اللي يقابل التاني حلال على التاني يا زول. وانتوا قابلتونا وجيتوا في سكتنا مرة تانية، يبقى بقى تستحمل اللي هيحصل لك. واللي يحضر العفريت وما يعرفش يحضره يستحمل بلاويه. فلورينا طلع من كام يوم قال لك احنا لو خسرنا او تعادلنا مع صن داونز هنروح القاهرة ونخلص في القاهرة. النادي الاهلي محضر لك مفاجأة لوز، مفاجأة عنب. 50,000 مشجع اهلاوي في استاد القاهرة، في استاد الجحيم، في استاد الرعب، في استاد الموت يا جدعان. انت متخيل الرقم؟ 50,000 مشجع، دي بقالها سنين ما بتحصلش. احنا بقالنا سنين ما بنشوفش طيف مشجعين اصلا في الاستادات. تخيل لما يحضروا على حظك انت، ويحضروا عشان خاطر عيونك انت. فتخيل اللي هيحصل فيك. انا بقول لك ديلك في اسنانك واهرب، ما تجيش في سكة النادي الاهلي في استاد القاهرة وفي الحضور الجماهيري المرعب ده. النادي الاهلي هيتغاب عليكم، هيعمل منكم شوربة عدس من الاخر. انت ما ينفعش تلعب قدام الاهلي لا في استاد القاهرة، ولو هو بيلعب في ماتش زي كده في بطولة افريقيا وعشان ياخد منك بطاقة صعود، ولا ينفع تلعبه في وسط 50,000 مشجع اهلاوي. انت عارف يعني ايه وسط 50,000 مشجع اهلاوي؟ التالتة شمال بتهز جبال. انت متخيل دي هتطلع من 50-60 الف واحد؟ انت متخيل الجماهير دي بقالها سنين ما بتحضرش مباراة للاهلي؟ انت متخيل ان الجماهير دي انت استفزتهم؟ المدير الفني بتاعك استفزهم وقال لك احنا هنروح نخلص في القاهرة. اه يا سيدي، على طبق من دهب. اديك اتعادلت مع صن داونز وانت محتاج مباراة الاهلي، يلا بقى روح وخلص. 50,000 مشجع في استاد القاهرة، ورينا هتخلص معاهم ازاي. النادي الاهلي بص يا زول، نصيحة: انسحب، والله انسحب. النادي الاهلي هيعملك كفتة من الاخر. النادي الاهلي لا، ورايح له في رمضان. يعني عايز اقول لك ان الجماهير دي 50,000 واحد رايحين ايه؟ فطرانين، فعايزين يحلوا بقى. ما هم بعد رمضان بتفطر بتبقى عايز تحلي. فتخيل بقى الناس دي عايزه تحلي. الناس دي هتحل عليكم حرفيا. الناس دي هتتسلى عليكم تسلية السنين في الملعب. انت هتطلع من استاد القاهرة متسوح متغربل. عارف يعني متغربل؟ متغربل كده في عارف الغربال ده اللي بيغربلوا فيه البتاع الدقيق والنخالة والحاجات دي؟ انت بالظبط هيحصل فيك كده.